أقرب الناس إليك زوجتك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. هذه رفيقة العمر، هذه شريكة العمر، ينبغي أن ترفق بها. هي أقرب الناس إليك، وهي أولى الناس بحسن معاملتك. وما في إنسان كامل، يعني وإن أعوج ما فيه أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرهن طلاقهن، فاستمتعوا بهن على عوج. هذا رفق بالإنسان. إنسان بالحكمة يسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة وعن طريق العنف يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. لذلك أكبر عطاء إلهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. استوصوا بالنساء خيرا. النبي الكريم يوصيك بالمرأة. ومن أدق ما قرأت عن قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، قال بعض المفسرين: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. هذا رفق بالإنسان. يعني البيت فيه لطف، فيه إلقاء سلام، فيه ابتسامة. كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا. كان يقول عن النساء: إنهن المؤنسات الغاليات. والحب تصنعه أنت بيدك، بابتسامة، بإلقاء السلام، بالتسامح، أحيانا بالمعاونة. كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله، كان يكنس داره ويرفو ثوبه ويحلب شاته، وكان في مهنة أهله. فمعاملة الزوجة برفق شيء رائع جدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في البيت. قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يمكن أخلاق الإنسان خارج البيت يمكن أن تنضوي تحت مصلحته، بالتعبير المستعمل الآن بزنس. لطفه وأناقته وسلامه وابتسامته جزء من عمله، حتى ينتزع إعجاب الناس ويحقق مصالحه. لطيف، لكن في البيت ما في رقابة. لذلك بطولة المؤمن أن يكون في البيت رفيقا بأهله، محتمل بعض الأخطاء. ما في شيء يعكر الصفاء بينه وبين زوجته. يتسامح معها، تتسامح معه. وليأتمر كل منهما بمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف. لذلك بند آخر من بنود الرفق بالمناسبة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من معاني هذه الآية أنك تتقرب إلى الله بالتخلق بكمالاته. الله رفيق، الله عز وجل رفيق، يحب كل رفيق. فمن التخلق بكمالات الله أن تكون رفيقا. فإن كنت رفيقا كان الرفق وسيلة إلى الدخول على الله عز وجل. نقطة دقيقة جدا. تتقرب إلى الله بالتخلق بكمالاته. فإذا كان الله رفيقا بعباده أن تكن رفيقا بمن حولك، وأقرب الناس إليك زوجتك. السيدة عائشة مرة حدثت النبي صلى الله عليه وسلم قصة طويلة عن أبي زرع وأم زرع، وحدثته عن شجاعته وعن كرمه. زوج كان نموذجي، لكنها تأسفت أشد الأسف حينما أعلمته في النهاية أنه طلقها. فكان عليه الصلاة والسلام رفيقا بها. قال: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. هذه الزوجة من لها غيرك؟ أحيانا لا يحلو للزوج إلا أن يمازح زوجته بشأن الزوجة الثانية والطلاق. هذا ليس مزاحا، يقيم هوة بينه وبينها.
يجرحها وقد يكسرها بهذا المزاح. لذلك ترفق بهذه المرأة التي جعلها الله هدية لك. إذن أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. إنهن المؤنسات الغاليات، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان في مهنة أهله، وهذا نوع من الرفق. وكمال الإنسان يتبدى أوضح ما يتبدى في بيته. وينبغي أن تكون بيوتات المسلمين جنة، جنة بالود. ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. لو جئت بطعام نفيس، لو أسكنتهم بيتا فخما، يريدون مودتك، يريدون الابتسامة، يريدون الحب. والمرأة بالذات الحب يغلب عليها. يعني أطعمها طعاما خشنا وكن لطيفا معها، أفضل ألف مرة من أن تطعمها طعاما نفيسا ثم تقسو عليها. والحب بيدك. وفي مقولات يقولها العوام أنه بعد فترة يألف كل منهما صاحبه وينعدم الحب بينهما. هذا كلام بخلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. ومن سعادة المرء أن يحب زوجته لأنها حليلته ولأنها أم أولاده، والأمر بيدك. الله عز وجل ما كلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ينبغي أن تكون رفيقا بنفسك ورفيقا بزوجتك.